الشهيد طارق عبد علي محمد. ولد الشهيد طارق عبد علي محمد في عام 1954 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وتخرج من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة، وعمل في مجال اختصاصه. واعتقل الشهيد من قبل النظام البعثي في عام 1980 بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد لأقسى أنواع التعذيب بالمواد الكيميائية والجرثومية في سجون النظام البعثي. كان ذوي الشهيد طارق يزورونه في سجن أبو غريب حتى عام 1982، ولكن بعد ذلك انقطعت أخباره، ولم يعرفوا أي أثر له إلى ما بعد سقوط النظام البعثي في عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قائمة الشهداء المعدومين في المقابر الجماعية.